اولا بويناس، إيه الاخبار؟ هل ممكن تدخل دولة وانت متأكد مليون في المية ان انت مش محتاج لها فيزا، او لو محتاج فيزا ممكن تاخدها عند الوصول او تاخدها اونلاين؟ انا في سفرياتي كلها سافرت الى 128 دولة حول العالم. نادرا لما اروح دولة او اسافر الى دولة والاقي ان انا معلومة غلط او لا مش متأكد من فيزا، ولو انا معلومتي غلط مستحيل اعرف ادخل البلد. فانا جيت اسافر بلد من البلاد بعد سيرش وكلمت السفارة وبحث في كل حتة هل انا محتاج فيزا او لا. اتقال لي بكل بساطة انت محتاج فيزا اونلاين او ممكن تاخد فيزا عند الوصول. فانا ما كانش عندي اي مشكلة، قلت خلاص بدل ما اطلعها اونلاين طلعها عند الوصول. خلينا نشوف مع بعض ايه اللي حصل معايا وايه هي الدولة اللي طلبت مني فيزا وما رضتش تدخلني، ورغم كده ضابط الجوازات طلب مني رشوة. ليه طلب مني رشوة؟ عشان يسمح لي ان انا ادخل البلد. البلد دي هي ايه؟ البلد دي ايه اللي حصل فيها وازاي دخلت، وهل هو دخلت عادي وفعلا فيزا عند الوصول ولا لا. هوريكم كل حاجة مع عادل حول العالم، 128 دولة حول العالم. طبعا دخلت حدود تشيلي وطلعت من تشيلي بكل بساطة وختمت وكل حاجة زي الفل، وداخل حدود بوليفيا. دولة بوليفيا للمصريين دولة من غير تأشيرة، فيزا عند الوصول أو فيزا إلكترونية ممكن نطلعها، وهوريكم اسم الموقع نطلعها منه وهقول لكم على نصيحتي في آخر الفيديو. دي الحدود بين بوليفيا وبين تشيلي. أنا طلعت من مدينة اسمها أتاكاما وداخل إلى حدود بوليفيا، رايح في طريق إلى أويوني. طبعا زي ما شايفين ده علم بوليفيا، ودي الحدود صحراء 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 صحراء، مفيش حياة، مفيش أي بني آدم، مفيش أي حاجة غير المكان اللي قدامكم ده ختم خروجي من تشيلي زي ما انتم شايفين يوم 22. ودي فيزا بوليفيا خدتها عند الوصول زي ما شايفين 300 بيسو بوليفيانو. وبكل بساطة دخلت اتأكدت إن المصري ممكن يدخل بوليفيا فيزا عند الوصول، وبرضه زي ما انت شايفين موقع الإياتا بيقول لي ازاي اقدر ادخل بوليفيا. وطبعا ناس كتير عمالة تقول لي الراشي والمرتشي في النار، وازاي تدفع 150 دولار عشان تدخل حدود بوليفيا. يا جماعة انا لو ما دفعتش ال 150 دولار زي ما انتم شايفين طريق 15 ساعة عشان اقدر اوصل، مفيش حياة، مفيش اي حاجة اقدر اعملها غير ان انا ماشي في الصحراء اللي قدامكم دي. مفيش اي حاجة، يعني لو انا لولا ان الراجل اللي خدني عشان يوصلني انا ما كنتش هعرف لا ارجع تشيلي ولا ادخل بوليفيا وافضل عايش في الصحراء دي خلاص، ومفيش شبكه والحياه باظت معايا. القصه بدات معايا ازاي؟ انا كل اللي عملته ان انا وصلت اتاكاما، لقيت شركه سياحه، الراجل قال لي صاحب الشركه قال لي انا هطلع معاك، انا رايح اصلا كده كده بوليفيا انا وعيلتي، تعالى معانا. قلت اوكي مفيش مشكله اروح معاه بكل بساطه. ورحت تاخد مني كام؟ قال لي 50 دولار. قلت له مشيها 30، قال لي خلاص 40. المهم ايه، قعدنا نفاصل ووصلت ل 40. دفعت ال 40 دولار وبكل بساطة الراجل وصلني على الحدود بالفعل وسابني ومشي. الراجل سابني ومشي على حدود بوليفيا. انتوا متخيلين يا جماعه؟ شايفين المنظر اللي قدامكم عامل ازاي؟ صحراء. انا كده دخلت بوليفيا خلاص. فانا عايش في المنظر ده وانا صايم وكنت في رمضان والموضوع كان صعب جدا. فالراجل سابني، ببص لقيته اتفق مع سواق بره قال له خلاص ده اللي هيوصلك وده اللي هيكون معاك في ده اللي هيوصلك الى الفندق بتاعك في بوليفيا. انا طبعا خفت جدا، مش عارف اعمل ايه، ولو ما روحتش معاه فانا اعيش في الصحراء وانتهت حدوتي. دخلت الراجل بيقول لي انت مصري لازم تدخل بوليفيا بفيزا. قلت له انا متاكد ان انا ادخل بوليفيا من غير فيزا وانا مش محتاج فيزا. قال لي لا انت محتاج فيزا ولازم يكون معاك فيزا عشان تدخل بوليفيا. يمين شمال مفيش فايده. المهم من الاخر قال لي ايه بالبلدي كده، ابجني تجدني، انت فاهم، اديني اي حاجه يا عم وانا معاك واظبط لك امورك كل حاجه وادي لك فيزا كان عند الوصول. قلت له انت مش بتمن عليا، انا كده كده ماليش فيزا وانا باخد فيزا عند الوصول بكل بساطه. قال لي ليها شروط، لازم يبقى معاك صوره ولازم يبقى معاك حجز فندق ولازم يبقى معاك كل حاجه مطبوعه ومعاك. قلت له انا معايا كل حاجه بالفعل، انا مش محتاج ومش ناقصني اي حاجه. وريته الحاجه دي قال لي برضو مش مدخلك.
يا سيدي ليه مش هتدخّلني، ليه مش موافق؟ أنا الحمد لله أنا باتكلّم إسباني، فالموضوع بالنسبة لي كان سهل إن أنا أعرف أتناقش معاه، وده فهّمني إن هو عايز يعمل عليّا مصلحة، فجِه واحد من ورايا قال لي: يا عم فُكّها، فُكّها شوية عشان الدنيا تضبط." ومش عارف إيه، وادّي له أي حاجة وخلاص، فأنا قُلت إيه، الفيزا بكام؟ زي ما أنتم شُفتوا الفيزا ب300 بيسو بوليفيانو، يعني تقريبًا 30، $40 وفي الواقع هو ما طلبش منّي 30 ولا $40، قُلت هادّي له 60 وخلاص، يعني كُلّه على بعضه هو 30 والفيزا 30 وخلاص، لقيته بيقول لي: "لأ، أنا عايز $150." طَب يا عم ادّيني إيصال، قال: "لأ، مش مدّي لك إيصال طبعًا أكيد، ولو اديتك إيصال هادّي لك إيصال ب300 بيسو." طبعًا أنا عرفت أعمل عليّا مصلحة، وللأسف أنا ما كانش قدّامي أي حل غير إن أنا أفضل عايش في الصحرا، ما صدقت إن أنا وصلت 15 ساعة يا جماعة زي ما أنتم شايفين، وأخيرًا وصلت وصحرا زي ما أنتم شايفين، واصل وتعبان وصيام، والموضوع ما كانش بسهولة، فكنت مُجبر إن أنا أعمل ده. ده اللي حصل معايا في بوليفيا. نصيحتي لأي حد بيفكّر إنه يسافر بوليفيا، أنصح إن أنت تسافر من خلال المطار، ومش هيحصل أكيد مش هيحصل ده، وأنصح برضه إن أنت يبقى معاك الفيزا أونلاين أحسن ما تحُط نَفْسك في risk، وشروط الفيزا اللي عند الوصول أنا نزّلتها لكم كُلّها، وإيه اللي يكون معاكم، لو عندكم أي استفسارات ابعتوا لي، لو حد حصل معاه موقِف من المواقف دي برضه اكتبوا لي في الكومنتات، لإن الموقِف ده من المواقف السخيفة جدًا اللي أنا اتعرّضت لها وما شُفتش موقِف زي ده قبل كده، فأتمنى اللي اتعرّض لموقِف زي ده يبعت لي، ونحاول إن إحنا نتفادى الأخطاء دي في المستقبل. دي تجربتي في بوليفيا، بلد أنا مش هاقول انبسطت أو ما انبسطتش، بس تستحق الزيارة خصوصًا فبكل ويل. بساطة دي تجربتي اللي أنا عشتها في بوليفيا. تجربة كانت سيئة جدا. أنا عشت أوقات صعبة، أوقات إن أنا نفسي أنام مش عارف أنام، خايف إن حاجة تحصل لي، خايف إن أنا ممكن أتقتل. اللايف لوكيشن كنت بعته للناس عشان تفضل متابعاني، لكن للأسف مفيش إنترنت طول الطريق. الموضوع كان صعب جدا من أتاكاما إلى أويوني. دخلنا في ناشونال بارك. الناشونال بارك دي كانت صعبة جدا. كنت على ارتفاع 8000 متر فوق سطح البحر. الموضوع مش سهل، الموضوع مش بسهولة اللي هو يلا نسافر يلا نسافر. لازم تبقى دارسين كل حاجة كويس. أنا يمكن مش هقول إن أنا يعني رهيب بس أنا كنت عندي المعلومة، لكن للأسف أنا اتخدعت في المعلومة. والمعلومة ما مش اتخدعت، أنا اتضحك عليا والظابط استغلني للأسف وطلب مني الرشوة دي. تعبت، كان يوم صعب. بس الحمد لله انا بس حبيت ان أنا اطلع انصح الناس اللي بتفكر تسافر بوليفيا او ان هي عندها حاجه نفسها تعملها بوليفيا، ما تسافرش بوليفيا. ولو هتسافر خد بالك من الفيديو ده، وانا اوريكم الاخدام الدخول والخروج داخل تشيلي بكل سلاسه وبساطه، محدش كلمني في حاجه. معايا كل حجوزاتي، معايا كل حاجه، خرجت بسهوله جدا. بوليفيا عانيت فيها معاناه رهيبه. فلو انت هتسافر دول امريكا اللاتينيه وانت كمصري مالكش اصلا فيز غير لبوليفيا، هي الدولة الوحيدة حاليا اللي ممكن تدخلك من غير فيزا، النصيحة بلاش تروحوا بوليفيا من غير ما يكون معاكم فيزا اونلاين. اشوفكم على خير فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم، المعلومة عجبتكم، متنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنتات بتاعتكم. وفي نفس الوقت لو حد مر بتجربة شبيهة اكتبوا لي في التعليقات، يمكن حد يستفيد ويمكن كان انا استفيد، ونتجنب كلنا اي مشاكل ممكن تحصل لنا. اشوفكم على خير والى اللقاء فيديو جديد مع عادل حول العالم.